بص يا جماعه، انا النهارده هكلمكم على المدارس الفرنساوي والفرق بين المدارس الفرنساوي والمدارس المصريه. طبعا المدارس المصريه مش محتاج اقول لكم عشان انتوا اصلا عايشين هناك عارفين النظام هناك، فهقول لكم على النظام بتاع فرنسا. اول حاجه، معظم الناس بيدخلوا في مدارس خاصه عشان المدارس الحكوميه ما عادش في مكان وفي طلاب كتير قوي. المشكله لو انت مش في مدرسه حكوميه تدفع فلوس، الحكومي ببلاش، فده ميزه حلوه. المدارس الخاصه بيبتدي اقل حاجه 6 اللي هو البتاس اللي هو بعد الثانويه العامه 8000 اورو في السنه، وبيبقى اعلى من كده. فده مشكله بالنسبه لناس كتير، حتى بالنسبه للفرنساويين اللي عايزين يدرسوا هنا في فرنسا بياخدوا كارد بيشتغلوا جنب المدرسه عشان يعرفوا يدفعوا الفيز بتاع المدرسه، فده حاجه ممله شويه. حاجه ثانيه، احنا هنا عندنا نظام في المدارس الخاص، المدرسين ما هماش مدرسين اتعلموا ازاي يدرسوا الشبان، بس هم ناس اشتغلوا قبل كده في المجال بتاعهم وجايين يعلموا او يدوا خبرتهم في المجال بتاعهم. ده طريقه ثانيه في التعليم. بعد كده احنا عندنا في التعليم في حاجه كتير قوي بنعمله بالجروب او بنعمل بروجي، بناخد مثلا 3 او 4 مع بعض واشتغلوا على حاجه لمده اسبوع، شهر، 3 شهور. فده حاجه بالنسبه للمصريين حاجه غريبه شويه، عشان كل واحد في حاله هناك. لما تيجي تشتغل يعني في حاجه بتشتغل لوحدك. بعد كده هنا مشكله في فرنسا كله بفرنساوي، يعني حتى لما نيجي نتعلم انجليزي، الانجليزي بتاعنا ضعيف قوي، فبالنسبه للمصري صعب يعرف يدخل في مدرسه فرنساويه لو ما عندوش اللغه الفرنساويه. بعد كده احنا لازم تعرفوا فرنسا بالذات في باريس الناس متخلطه مع بعض، فرنساويين مع عرب مع سود مع هنود مع الصينيين مع باكستانيين مع كل الدول في العالم. فده بيخلي الواحد يعرف يعيش مع الناس التانيين ويفهم دماغ ناس يعني جايه من عالم تاني. فده برضك ميزه بالنسبه لواحد عايش هنا، عشان ما هوش يعني لوحده او ما هوش يعني حاسس اللي هو بيعمل حاجه غريبه، عشان كل الناس اصلا بيعملوا حاجات غريبه هنا. بعد كده لازم تعرفوا احنا هنا في المدارس الحكوميه او حتى المدارس الخاص ما بيحبوش لما البنات يحطوا الحجاب او تيجي مثلا تلبس جلابيه، مع ان مفيش حد في مصر بيلبس جلابيه، بس ما علينا. ما بيحبوش اللي هم تتكلم في الدين، فانت تيجي وتلبس عادي وما تتكلمش في الدين ولا توري اللي انت اصلا مسلم او يهود او مسيحي او اي مكان. فده حاجه برضو لازم تفهموها لما تيجوا تدرسوا في فرنسا. بس كده، لو عايز تتعلم حاجات تانية على الفرنساوي ما تنساش ما تعملش لايك، ما تعملش فولو. سالو.